السلام عليكم، صلوا على الحبيب يا حلوين، واتمنى منكم لو الفيديو عجبكم لايك وشير وكومنت حلو منكم. النهارده بقى نعمل معاكم كيكة الافيتار، كيكة بطريقة حلوة وسهلة ولذيذة وتطري على قلوبكم في الجو اللي احنا فيه ده. بجد حاجة حلوة قوي وتفرحي اولادك بيها زي ما انتم ما شايفين كده ما شاء الله. حاجة سهلة وبسيطة وبتاكليها كده، حاجة في منتهى الجمال. اهم حاجة حطولي بس لايكات وصلوا على الحبيب كتير. اقول لكم عملناها ازاي بكل تفاصيلها. يلا نقول بسم الله. ومعانا 3 اكياس جيلي اي اطعمة انت بتحبيها. احنا معانا جيلي المانجا، ومعانا جيلي الاناناس، ومعانا جيلي الكريز. اي اطعمة بتحبيها ممكن تجيبيها. هنا حطينا العبوة وحطينا عليها معلقتين سكر، وحطينا كوباية مية مغلية، ونص كوباية مية عادية خالص. زي ما انتم ما شايفين هنفضل نقلب لحد ما ندوب تماما، وبعد كده هنحطها في علبة او في صينية اي حاجة، ونحطها في التلاجة لمدة ساعتين لحد ما قوامها يتماسك معانا. اهو زي ما انتم ما شايفين كده. بجد الكريز ده اول مرة اجربه، بس طلع طعمه حلو رهيب. هنا برضه حطينا المانجا وحطينا عليها معلقتين سكر. السكر ده على حسب الرغبة، يعني ممكن ما تحطهوش. حطينا برضه كوباية مية مغلية، وحطينا ايه نص كوباية مية عادية خالص. اهو زي ما انتم ما شايفين. اهم حاجة نحطه في حاجات كده تكون علب مكعبات كده وسط، علشان قوام الجيلي لما نخرطه مكعبات يطلع معانا مكعب مكعب كده. لان بصراحة انا عملته طلع معايا صينية طلعت حلوة، عشان المكعبات دي ما كانتش متوفرة عندي ان انا احط فيها. وصينيتين طلعوا، هي طلع متماسك بس مش قوي يعني. او زي ما انتم ما شايفين جيلي الكريز نفس الطريقة برضو. هندوبه كويس جدا عشان ما يبقاش فيه اي سكر او اي جيلي. حطه في التلاجة لمدة ساعتين بس. هنا بقى معانا 3 كوبايات حليب، وفي غلطة غلطتها والمفروض ما كنتش عملتها اقول لكم عليها عشان اكون صادقة معاكم، عشان ما حدش يعملها ويقول دي باظت مني. تمام. انا حطيت دلوقتي 3 كوبايات حليب، وحطيت معلقتين سكر، وهحط معلقة نشا كبيرة. المفروض بدل معلقة النشا دي كنت حطيت معلقة جيلاتين، هي اساسها الجيلاتين. تمام. انا يعني ضفت دي بدل دي. بس بصراحة هي كانت طلعت تحفة، بس المشكلة ان اللبن ما يعني ما دخلش مع الجيلي عشان يدينا مكعب كده ابيض في اصفر في احمر، زي ما احنا بنشوفها طالعة ترند على الفيس وكده. تمام. فانا قلت لكم الغلطة بقى هنا ما نحطش نشا، نجيب لها جيلاتين. هنا بقى معانا اي قالب للتزيين زي ما انتم ما شايفين كده، وهندهنه دهنة زيت بسيطة علشان ما تحتاجش معانا مية سخنة نفكها بيها عشان تنزل معانا على طول في الطبق. وهنا بقى هي دي اللي انا بقول عليها، ان احنا نحطها في حاجة صغيرة شوية عشان تطلع معانا مكعبات الجيلي مكعب مكعب. تمام. اهو ما شاء الله. هي بجد حاجة سهلة كده وتطر على قلوبنا، وتغيير في الأكل وفي كل حاجة، والأولاد هيفرحوا بيها. ما شاء الله دي طلعت مظبوطة، طلعت مكعبات ما شاء الله حلوة. اهو زي ما انتم ما شايفين كده. هننزل بيها بقى، هنشكلها جنب اصفر وجنب اللون المانجا كده، وجنب من اللي هو لون الكريز احمر، عشان تدي معانا الشكل الحلو اللي انتوا هتشوفوه اللي شفتوه في الاول ده. تمام. بقول كل حاجة عشان اكون صادقة، لان في بنوتات يعني ممكن تشوفها تكون مبتدئة او كده وتبص تبقى حرام.
ما بتعملش اللي انا عملته. ده قوام القوام اللي احنا هنكون محتاجينه زي ما انتم ما شايفين اهو. هنحطها في التلاجة لمدة 5 6